لو كنت في اسكندرية مستحيل تفوت أعظم معلم أثري بقاله أكتر من 1700 سنة، وهو عمود السواري، واحد من أبرز المعالم الأثرية في اسكندرية، موجود في منطقة كوم الشقافة. ارتفاعه حوالي 27 متر، اتصنع من الجرانيت الأحمر، وهو واحد من أطول الأعمدة الرومانية في الوقت ده. بناه الرومان في القرن الثالث الميلادي سنة 297 تقريبا، وهو جزء من معبد السرابيوم اللي كان مخصص لعبادة الإله سرابيس، إله الشفاء عند المصريين والرومان. شمال العمود موجود تمثالين لأبو الهول في وضع الجلوس، كانوا من الجرانيت الوردي وبيرمزوا للقوة والهيبة، وبيرجع تاريخهم لعصر بطليموس السادس. اتسمى العمود بأسامي مختلفة عبر العصور، اتسمى بالغلط بعمود بومباي، واتسمى بعمود الصواري في العصر العربي لارتفاعه بين 400 عمود اللي بتشبه صواري السفن، ومع مرور الوقت اتحورت في اللغة العامية لعمود السواري. أما تسميته الصحيحة هي عمود دقلديانوس، لأن العمود اتبنى كنصب تذكاري بناه السكندريين علشان يعبروا عن شكرهم للإمبراطور دقلديانوس. والدليل على كده النقش اللي باللغة اليونانية القديمة اللي موجود على الجانب القاعدة الغربية للعمود، اللي محفور في 4 سطور، وترجمته إلى الإمبراطور العادل الإله الحامي لإسكندرية دقلديانوس الذي لا يقهر، أقام بوستيموس ولي مصر هذا العمود. وبكده اتبنى العمود تخليدا لذكر دقلديانوس وتعبير السكندريين عن شكره وكرمه وفضله. عمود السواري مش مجرد عمود عادي، ده تحفة معمولة بمزاج بتجمع بين الحضارة المصرية العريقة والفن اليوناني وقوة وهيبة الرومان، يعني مكان بيجمع 3 حضارات عظيمة في مكان واحد، حاجة مش هتلاقي زيها في أي حتة تانية. زوروا عمود السواري مش بس عشان تعيشوا التاريخ، لكن كمان عشان تشوفوا أعظم تحفة معمارية في اسكندرية.